هو ده التوفير ولا بلاش. عملت لهم وليمة ومليت الفريزر، وكمان شكرت نفسي جدا جدا على اللي انا عملته النهارده. يلا بقى كمان انتوا اشكروني وحطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في قناتي يشترك، قناتي صغيرة وانا مش هكبر الا بيكو، فبالله عليكم ما تستخسروش فيا اللايك والاشتراك. ويلا بينا نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. انا النهارده بقى كده نزلت اشتري فراخ، لقيت الفراخ بصراحه السعر بتاعها رافع جدا جدا، فقلت مش مشكله كده هجيب وكده هجيب. اخدت بقى كده من الفرختين الاربع وراك وشلتهم، وقلت بقى كده اعمل النهارده افكار من الصدور بتاعه الفرختين. اخدت اول صدر وبدات كده اخليه. طبعا الخلي بتاع الصدر بيكون سهل جدا، هو يا دوب كده بتشيل الجناح والزور والسلسله اللي هي بتبقى القرقوشه اللي بتبقى في الصدر. انا دلوقتي هعمل معاكم صدر كمان اهو. ادي شلت الجناح وبشيل طبعا الجلد وبنضف الصدر كويس جدا. وانتوا عارفين حتى اللي هو العظمه بتاعت القرقوشه دي لو سلكتوها كده بايديكم هتلاقوها تطلع معاكم. ولازم كمان السكينه بتاعتكم تكون حاميه جدا. دلوقتي لما بنحتاج يعني نودي الفراخ بتاعتنا للفرارجي او يخللنا الصدور بس بياخد مننا 10 جنيه او 15 جنيه. والخلي بتاع الصدور سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. اول كده بقى صدر اخدته خليته كده زي ما انتم شايفين، وبدات كده اقطعه قطع طوليه. القطع الطوليه دي عملت معايا 16 قطعه، يعني الصدر الواحد بتاع الفرخه الواحده عمل معايا 16 قطعه زي ما انتم شايفين. وكمان مش مقطعاها رفيعه، انا مقطعاها تخينه شويه، علشان كده لما نيجي نتبلها ونيجي نعملها نحس كده ان احنا بناكل فراخ وطعم الفراخ يكون باين معانا. ادي كده دول كده اول صدر عملته، ودي كده معايا اول 16 قطعه عملتها. يلا بينا بقى كده ناخد الصدرين التانيين، وبرده كده بدأت اخليهم. ركزوا كده في الفيديو، انا بنضف اهو الصدر كويس وبشيل منه الجلد وبقطع كده القرقوشه. والسكينه معايا حاميه، يعني حاميه جدا، يعني بلاش تكون السكينه بتاعتكم بارده علشان الصدر بتاع الفرخه ما يتهريش منكم. ادي كده لو تركزوا هتلاقوا الصدر والله يا جماعه بيتخلي يعني سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. والمهم ان احنا بنشيل كمان الجلد وبننضف الصدر بتاعنا كويس جدا. ادي كده اول صدر خليته معاكم، وده كمان اول او تاني صدرين خليتهم معاكم. ادي بقى كده عملوا معايا هياكل اهي. وادي كده الصدرين التانيين هعمل بيهم كفته فراخ، ودول كده اللي انا هعمل بيهم الاستريبس الوليمه النهارده. وكمان هنعمل مع بعض رز الريزو. والهياكل دي بقى يا تسلقوها يعني هنقول لكم على افكار، بس خلينا دلوقتي كده ايه نعمل التتبيله بتاعه الاستريبس. جبت البوله زي ما انتم شايفين ونزلت فيها بكوبايه من الحليب وشويه كده من الخل. ممكن تستبدلي الحليب بزبادي وتحطي بقى كده التوابل اللي انت عايزاها. انا حطيت توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، وحطيت كركم وكاري، وحطيت بهارات فراخ وسبع بهارات. انت لو مستغنيه عن اي حاجه من البهارات دي مش بتحبيها حطي البهارات اللي انت حباها. وكان عندي صويا صوص حطيت شويه، ما عندكيش صويا صوص ممكن تستغني عن الصويا صوص. هبدأ بقى كده انزل بالفراخ بتاعتي اللي هي ال 16 قطعة اللي انا قطعتهم بالطول، ونزلت عليهم كمان بعصرة من الليمونة. وهبدأ بقى كده اسيب الفراخ بتاعتي تتبل كويس جدا. وحطيت كمان معلقتين دقيق علشان يتقل لي القوام، وهقول لكم انا حطيت الدقيق ليه مع التتبيله. هنقلب بقى كده كله كويس جدا مع بعضه. وزي ما انتم شايفين التتبيله بدأت تتقل. ممكن تعملوها من قبلها بيوم، او مستعجلين ممكن تعملوها قبلها بساعتين او 3. ادي كده الفراخ بتاعتي تاني يوم، لان انا كنت عامله التتبيله من قبلها بيوم. طلعتها بقى كده من التلاجة وجبت البولة ونزلت فيها بشوية من الدقيق. وكان عندي كيس فيجيتار حطيته على الدقيق وبهرت برضو الدقيق بتاعي، يعني الدقيق متبهر، يعني انا حطيت فيه نفس التوابل اللي انا حطيتها مع القطع بتاعة الفراخ. هنزل بقى كده بقطع الفراخ بتاعتي في الدقيق. وكمان الدقيق يا جماعة أنا حطيت فيه معلقة صغيرة من النشا، مش معلقة كبيرة، علشان يعني ما تنشفش مني الفراخ. وهبدأ بقى كده أقلب الفراخ بتاعتي مع الدقيق مع معلقة النشا مع كيس الفيجيتار كويس جدا جدا. عايزه نقولك ممكن تستغني عن كيس الفيجيتار، ممكن ما تحطوهوش، لكن انا لقيت كيسين من الفيجيتار حطيت دلوقتي وحطيت في مره كمان. لكن انت لو ما عندكيش فيجيتار ما تحطيش. ادي كده قلبت القطع بتاعه الفراخ كويس جدا واتعفرت كلها بالدقيق. طيب انا هعمل ايه بعد ما عفرتها بالدقيق؟ شفتوا التتبيله اللي انا حطيتها فيها الفراخ وحطيت فيها معلقتين الدقيق؟ هرجع تاني احط الفراخ بتاعتي في التتبيله.
في ناس ما بترجعش للتتبيله لان هي ما بتكونش حاطه فيها دقيق، وبتاخد كده الدقيق بتقسمه نصين بتخففه في ميه، والدقيق التاني بتعفر بيه الفراخ. لكن انا كده رجعت للتتبيله تاني وحطيت فيها الفراخ بعد ما عفرتها في الدقيق، وحطيت في البوله شويه دقيق تانيين وبهرتهم زي ما انتم شايفين بنفس البهارات. وهنقلب بقى كده الفراخ اللي في التتبيله، طبعا هي شاربه من الدقيق كويس اللي انا حطيتها فيه، وهبدا برضو اقلب واحطها في الدقيق تاني. عايزه نقول لكم بقى الخطوه دي بتخلي الكفر الخارجي بتاع الاستريبس طبعا بيضاعف الحجم بتاعه. يعني الاستريبس الرفيع اللي انتوا بتشوفوه ده الحجم بتاعه بيتضاعف علشان احنا بنحطه مره في الدقيق وبنرجعه تاني في التتبيله اللي هي بتاعت السوائل وبنرجعه تاني في الدقيق، فبتلاقوا يعني الحجم بتاع الاستريبس الضاعف. عايزه نقول لكم ال 16 قطعه دول انا يعني شلت منهم في الفريزر، وعملت جزء كمان اللي احنا عملنا بيه الاكل النهارده، وهنعمل كمان مع بعض الرز الريزو واكله الريزو اللي انتوا بتاكلوها في المطاعم. يعني حاجه سهله جدا وبتشتروها بسعر غالي جدا جدا. ادي كده الاستريبس بتاعي اهو في التتبيله زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعه يا جماعه بيتضاعف، يعني بتلاقوا الواحده الصغيره دي الحجم بتاعها بيكون الضعف. عفرت بقى كده الاستريبس بتاعي بالدقيق كله. ادي كده الكميه كلها انا هخلصها وهرجع اوريكم انا عملت ايه. انا بعد كده ما خلصت الكميه كلها حطيتها في التلاجة، ويلا بينا كده بقى نعمل شويه الرز الريزو. انا جبت بقى كده الحله وبشرت فيها بصلايه واحده بس، وحطيت فيها شويه من الزيت ومعلقتين من السمنه البلدي، او ممكن تحطي زبده اي حاجه. هتبداي بقى كده تدي تقلبتين 3 للبصلايه. احنا مش بنحمر البصلايه يا جماعه، احنا يا دوب كده بنديها تتبيله، يعني البصلايه بيكون لونها ابيض زي ما هو. هنقلب بقى كده لحد كده ما نلاقي الريحه بتاعت البصلايه كده بدات تظهر، وهننزل بقى كده باربع مكعبات من مرقه الدجاج. هتقولوا لي ممكن نستغنوا عن مرقه الدجاج، لكن والله في المطاعم بيعملوا الرز الريزو بمرقه الدجاج. انا نزلت باربع مكعبات من مرقه الدجاج، وحطيت توم باودر وبصل بودر، وحطيت بابريكا زي ما انتم شايفين كده حمرت لي اللون، بقى كده بشويه من الكاتشب وشويه من صوص الباربيكيو. ده بقى كده الرز الريزو، ودي التوابل بتاعته. والنهارده لازم كده بقى نعمل الرز الريزو زي المطاعم بالظبط. وكمان نزلت عليه بمعلقتين من العسل الابيض، ده بقى كده بيدينا التسكيره اللي بتبقى في المحلات. انا النهارده هعمل 3 كوبايات من الرز اللي هو الرز المصري بتاعنا العادي، مش اللي هو الرز البسمتي. نزلت بقى كده ب3 كوبايات من الميه، واول كده ما بدات تغلي انا كنت غسلت الرز بتاعي كويس ونزلت اهو بالرز. يلا بينا كده بقى ايه نديله تقلبتين، وطبعا حطيت الملح، وطبعا انتوا شفتوني وانا بحط العسل الابيض. وده كده بقى الرز بتاعي بعد ما اتشرب، يعني غلى واتشرب وهديت عليه النار، وده كده بقى شكل الرز الريزو، وده كده اللون بتاعه. عايزه نقول لكم طعمه يا جماعه خطير وفي منتهى الجمال. ادي كده الرز بتاعنا عملناه، وادي كده بقى الفراخ بتاعتي او الاستريبس بتاعي انا طلعته من التلاجة. جبت بقى كده الطاسه وحطيت فيها كميه زيت تكون كتير، بحيث اننا لما نيجي نحط الفراخ يكون الزيت مغطي الفراخ من فوق ومن تحت. طبعا الكفر الخارجي بتاع الاستريبس ما طلعش ولا حاجه، لان انا كنت حطاها في التلاجة، فعلشان كده الكفر الخارجي متماسك بتاع الاستريبس. شوفوا بقى اكله المطاعم، وشوفوا بقى كده النهارده يوم التوفير بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. الاكله بسيطه جدا بس وفرت معايا جدا جدا. يعني ال 16 قطعه انا عملت 8 قطع اللي هم عملتهم دلوقتي معاكم كده وحمرتهم، وشلت 8 قطع في الفريزر. ادي كده اللون بتاع الفراخ، ما تسيبوهاش كتير في الزيت علشان ما تنشفش، يعني خلوا اللون بتاعها كده اول درجه من درجات اللون الذهبي. ادي كده الاستريبس بتاعي اهو. بصوا زي ما انتم شايفين دول كده 8 قطع، طبعا على حسب افراد الاسره بتاعتكم. لو انتوا هتعملوا عزومه ممكن طبعا تعملوا ال 16 قطعه لان بيكون عدد. وادي كده الجزء الثاني اللي انا فرسته. يلا بينا بقى كده نعمل الصوص بتاع الريزو. اخدت بقى كده شويه من الكاتشب وشويه من الصوص بتاع الباربيكيو، وكمان معلقه كبيره من العسل الابيض، وهنقلب بقى كده كله مع بعضه. وهنحط كمان عصره ليمونه. انا طبعا ما كانش عندي خل، فعشان كده انا حطيت عصره ليمونه، لان كلنا عارفين ان بديل الخل الليمون. وده كده الريزو سهل جدا، وعايزه اقول لكم طعمه خطير. يعني احنا عندنا هنا في البيت انا واولادي بنحبوه جدا جدا. كان عندي بقى اللي هم ال3 علب اللي هم السمر دول، اللي هم بيبقوا زي بتوع بره بالظبط. حطيت فيهم الرز زي ما انتم شايفين اهو. يعني بصوا لو انا النهارده كنت قلت لهم ان انا عملت لكم الاكل ده او جبت لكم الاكل ده من المطعم كانوا هيصدقوا.
ادي كده الرز الريزو، عايزه اقول لكم وانا بحطه بس كده يا جماعه الريحه بتاعته والله العظيم خطيره. شوفوا الوليمه بقى كده اللي انا عملتها النهارده، ادي الاستريبس وادي كمان الطبق اللي انا فرسته، وده كده الصوص بتاع الريزو. هنحط بقى كده شويه على الوش. طبعا لما انتوا كده بتروحوا المطعم بتاع كنتاكي بتلاقوا كده قطع الريزو او قطع الفراخ بتبقى كده على الوش. تخيلوا ان انا اخدت 3 قطع وبدات كده اقطعهم، يعني في كل طبق قطعه واحده بس. تخيلوا احنا بنجيب يا جماعه الطبق ده بكام من بره. وطبعا الصدرين اللي انا خليتهم التانيين انا دول هعملهم كفته فراخ. والهياكل بقى قلت لكم هنعمل بيها، ممكن نسلقها وناخد منها الشوربه نعملها على محشي، ممكن نعمل بيها شويه ملوخيه الشوربه برضو نسلق الهياكل بتاعتنا، وممكن كمان يعني نعمل طبق كده شوربة لسان عصفور. يعني انا النهارده وفرت لكم كتير كتير وقلت لكم صدور الفراخ انا عملت بيها ايه. بصوا شايفين ادي كده اطباق الريزو في منتهى الجمال وصوص الريزو. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. يلا بقى كده شجعوني وحطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وما تنسونيش كمان في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.